انا مش زعلان اني مفلس. انا الفلوس ما تفرقش معايا واصل. على الاقل صرفت فلوسي بحاجه مفيده، صرفت على الايتام والفقراء. مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شيلن. ولا كلم نفسك، انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. انت ليك عين تتكلم يا بتاع سوس؟ انت هتمد ايدك على مين يا ده انت؟ لم لسانك يا انت، والله العظيم اضربك. انت هتصغر عليا ولا ايه؟ مد ايدي عليك ولا في ايه؟ في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا. حسوا بيا، حسوا بالمصيبه اللي انا فيها. انا عشان ارضي ياسمين اتنصب عليا، اتعمل عليا نمره، بقيت مفلس. مش دي مصيبه؟ مش اخوكوا كده في مصيبه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ احنا هنقعد نندم في حظنا ولا ايه؟ ما بس انت وهو. طب دبرونا نعمل ايه؟ ايه؟ في ايه يا عم انت وهي؟ صوتكوا جاي لاخر الدنيا. تعالى يا حبيبي عشان يكمل العدد. الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا يلا تعالى بقى، تعالى اهدى. في ايه؟ جنبه. مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوس تقول لك تقعد تاني انت؟ ياض بهزر معاك يا ولد. حقك عليا. دماغك اهي. خلاص يا عم مش زعلان، ما هي قله الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعه انا ما اتعودتش استسلم بسهوله. ليه؟ تاني يتنصب عليا تاني يا جدعان. انا ابتديت اشك ان مشروع التخرج بتاع اي نصاب هو اللي يجي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليا تاني؟ ماجد هاتوا، في حاجه على وشي بتقول ان انا هفق قوي كده. فهموني. بقول لكم يا جماعه، ايه؟ مش احنا كلنا محتاجين فلوس؟ طبعا يعني. طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخرة الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. ستأتي العربية الفان السوداء اللي متفيمة طبعا. بعد خمساية كبيرة جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعة ونطلع بيها، نرميها في العربية ورا ونتكل على الله. نطبع بقى، نطبع ويبقى حوالينا حريم ونعيش حياتنا. فاهم انت القصة دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه والأول ما كانش مترجم. ايوه ما بس يا خفيف انت وهو. الله، على فكره اللي بيقولوا له عيب مش صعب انه يتحقق. يا جماعه انا مش بهزر، انا بتكلم بجد وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجة تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ انا شايف ان احنا عصابة صغيرة ملناش في الشمال، نسرق شقة، نقلب فيلا بتاعت ناس اغنياء، لكن نطبع نزور؟ لا، كده احنا داخلين شمال مع امن الدولة، بقينا شمال رسمي. بصوا يا رجاله، لو عايزين نعمل العمليه دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقه اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا، بس ما حدش قدر يوصل لنا. ايوه، بس ده بسبب ان احنا كنا عاملين حاجة قدها ومخططين صح، ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، اهم حاجة نفهم احنا عايزين ايه وحواراتنا دي ليه. احنا عايزين فلوس صح؟ عايزين فلوس، يبقى مش مهم هنجيبها ازاي، نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده حكايه التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن على فكره، ممكن. يا جماعه انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان هنعرف نسكانر. لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس. في يا جدعان، هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بصوا يا شقايق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، هروح اجيبه لكم بالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. تمام. خلاص، من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديده
ومن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا اوت اوف اريا. دور عليه. تليفوني بيرن. دي ياسمينة. طب بقول لكم ايه؟ ينفع نأجل الحوار ده لبكره؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. سوري يا ماجد، انا اسفه ان انا ضيعت لك فلوسك. انا حظي وحش انا عارفه. صدقني اللي معمول لي عمل وانا عارفه مين اللي عملته لي. عشان كده عايزاك تسيبني بحظي النحس ده وتشوف مستقبلك. فداك يا حبيبتي، فداك اي فلوس. انت اي حاجه عايزاها اجيبها لك، ان شاء الله اطبع لك الفلوس دي. ايوه يا ماجد، بس انا حاسه ان انا بقيت حمل تقيل عليك. انت سبت كل حاجه عشاني، حتى اهلك. والجامعه انت ما بقتش تروحها. جامعه ايه؟ هو ده وقته؟ جامعه ايه يا ياسمين؟ ده منظر طالب يا ياسمين. جامعه ايه اللي انا هروح؟ وبعدين احنا بنتكلم في فلوس. الجامعه دي مش هتجيب فلوس، ده احنا حالة كنا بنروح نصطبح فيها. يا حبيبي، بس انت طبعا لازم تاخد البكالوريوس. انت ناسي طبعا احنا لينا برستيج ولا ايه؟ برستيج ايه يا ياسمينة؟ وده وقت برستيج ايه؟ برستيجك هو فلوسك. معاكي فلوس هيبقى عندك برستيج، معكيش فلوس مش هيبقى عندك برستيج. طب خلاص، انا هدور على منتج ينتج لي الفيديو كليب وارد لك فلوسك. طب ممكن يا حبيبتي بس تأجلي الموضوع ده شويه وانا هتصرف. لا، انا ما اتجوزتكش عشان تضيع لي مستقبلي ونجاحي. في ايه؟ ضيع لك ايه؟ مستقبل ايه ونجاح ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ انا مش عايز اخد كلامك ده ان لما فلوسي خلصت قلبت عليا واديتيني الوش التاني. انا هاخده بشكل تاني خالص. ياسمين، انا اللي طلبت اتجوزك، وانا اللي جبت فلوسي وقلت لك هنتجلك. محدش فرض عليا ده. بس برضه معلش، انا هقول انك اعصابك تعبانه عشان حاسه ان شهرتك قلت، فمعلش معلش. ايه؟ شهرتي قلت؟ لا يا استاذ، انا لسه ياسمينة وهفضل طول عمري نجمة. ماشي يا نجمة، ماشي يا نجمة، اعملي اللي انت عايزاه، كل اللي في نفسك اعمليه، انا سايبها لك وماشي. ماجد، لو خرجت دلوقتي مش هيبقى بيني وبينك غير فلوس وبس. انا بصراحة شايفة ان احنا نخليه براحته خالص. اول ما يحس انه كويس اكيد هيجيلنا. انا مش عارف والله يا دودو، المصايب بقت عماله تلف علينا واحده ورا التانيه. بس برضه ماجد غلطان، يعني كان لازم يتجوز واحده زي دي. طلع ما تنساش انه حبها بجد. حبها؟ كلنا حبينا، احنا جالنا مصايب غير من ورا الموضوع ده. صباح الفل. ازيك يا ماما؟ ايه؟ بقول لكم يا شباب، احنا النهارده عايزين نجرب حوار التزوير.